أعزائي المشاهدين يسعدكم مساء. اليوم لدينا ضيف عزيز، وراح نتناول موضوع 7 من أكتوبر. ضيفي العزيز هو الأخ والصديق العزيز مصعب بشير، من فلسطين، ولكن يسكن الآن في إسبانيا. أهلا وسهلا بك أخي أهلا وصديقي العزيز. أهلا بك صديقي العزيز شمال، فرصة سعيدة صراحة. أنا الأسعد وأشكرك جزيل الشكر لقبول دعوتي لهالبرنامج هذا اللي أشوفه من البرنامج المهمة واللي راح نتشرف به ونعتز به في قناتنا قناة هيوة. بكل تواضع وسرور. للمستمعين أهلا وسهلا. للمستمعين والمشاهدين لقناتنا ولهذا البرنامج، قناتنا قناة هيوة هي بالأصل باللغة الكردية، ولكن ارتأيت في الآونة الأخيرة إنه أعمل برامج باللغة العربية واللغة الفارسية اللي إلى حدٍ ما أجيدهم اثنيناتهم. وموضوعنا اليوم هو موضوع 7 من أكتوبر اللي تم تناوله وتم الحديث عنه بطول وإسهاب من قبل القنوات الإعلامية المختلفة. 7 من أكتوبر كان بداية لحقبة جديدة من تاريخنا، تاريخ بؤسنا، تاريخ اضطهادنا، تاريخ حرماننا وتاريخ التمييز ضدنا في المنطقة، ليس كفلسطينيين بل ككل الكادحين في الشرق الأوسط. طبعا هناك تصورات مختلفة عن ما جرى في 7 من أكتوبر، مؤيد لمن قام بتلك الخطوة، ومناهض ومعادي ومدين لما قامت به تلك المجموعات المسلحة في ذلك اليوم، بعيدا عن التضامن، بعيدا عن التأييد، بعيدا عن الإشادة والإدانة. نريد أن نتناول ما جرى في 7 من أكتوبر وما بعد 7 من أكتوبر من وجهة نظر أخرى، وجهات النظر المختلفة اللي تعادي بعض ونشوفها في الشكل معادية بل مناهضة ومضادة للواحد الآخر، متفقة على مبادئ معينة، مبادئ لا نتفق نحن معها. المبادئ التي تقول إن الدين أقدس من الإنسان، إن الوطن أهم من البشر، إن قوميتي أهم من وجودي كفرد، أهم من وجودي كإنسان، وأهم من مصالحنا كطبقة كادحة. نحن لا نتفق مع هؤلاء، ونريد اليوم أن نتناول الموضوع من وجهة نظر أخرى، ونسرب أغوار ما جرى في بعد 7 من أكتوبر وما يجري الآن، ونريد أن نركز على الإنسان، على البشر، على الفلسطيني الساكن الآن، الذي يعيش الآن في غزة، ليس كضحية فقط بل كإنسان يناضل ويكافح من أجل الغد، ولم ييأس ولم لن يتوانى عن النضال من أجل غد أفضل. نريد أن نرى الإنسان حتى في ما يسمى بإسرائيل، حتى ما يسمون باليهود، حتى ما يعرفون بأنهم أعداء للعرب والمسلمين. بالنسبة لنا البشر لا يختلفون، ولم في الواقع لم أجد ولن أجد، يبدو أني لن أجد في القريب العاجل أفضل من صديقي ورفيقي العزيز مصعب بشير، كاتب صحفي محلل للشؤون الإسرائيلية، ولكن من وجهة نظر أتفق معها كثيرا، حتى ولو كانت هناك تفاصيل لا نتفق مع كل التفاصيل، ولكن بوجه عام أتفق مع وجهات نظري. أهلا وسهلا مرة أخرى بك رفيقي مصعب. أتمنى أنه المقدمة ما أزعجتك ولا قطعا كان لا، أهلا إطالة. بك وشكرا جزيلا على الكلام الطيب، شكرا جزيلا. نبدأ بالسؤال الأول في أو المحور الأول لحديثنا.
في أي سياق ممكن إنه إحنا نفهم ونقيم ال7 من أكتوبر وما أعقبها من حرب وإبادة لشعبنا في فلسطين؟ ببساطة شديدة ما حدث يوم 7 أكتوبر 2023 هو إحدى الأعراض الجانبية الاستعمار الإحلالي الصهيوني الذي يجثم على أرض فلسطين، أو على وجه الدقة يجثم على صدر الشعب الفلسطيني منذ أكثر من قرن. المشروع الاستعماري الصهيوني بدأ في أواخر القرن التاسع عشر خلال فترة الحكم العثماني لفلسطين. آه، الحدث الأبرز هو كان حدث النكبة عام 1948، حدث التطهير العرقي. تم طرد أكثر من 75% من الشعب الفلسطيني من أرضه لكي تقام دولة يهودية خالصة، هي دولة إسرائيل، دولة للمهاجرين اليهود إلى أرض فلسطين. بعد ذلك أو في كنتيجة للنكبة ظل هناك جيبان في فلسطين، منطقتان، منطقة الضفة الغربية ومنطقة قطاع غزة. بقي حوالي 20% من أو أكثر من 20% صراحة من الشعب الفلسطيني داخل أرض فلسطين. تم ترحيلهم وتركيزهم في 3 مناطق داخل ما أصبح يعرف بدولة إسرائيل. أما جيب الضفة الغربية الذي أصبح تحت السيطرة الأردنية، وقطاع غزة الذي أصبح تحت السيطرة المصرية، فأغلب سكانهم من اللاجئين الفلسطينيين داخل وطنهم. لكن حالة قطاع غزة حالة مختلفة نسبيا، لأن قطاع غزة وجوده تحت السيطرة المصرية، وبعد ذلك نعرف التغيرات التي حدثت في مصر من الحكم الملكي إلى قيام الجمهورية، نظام عبد الناصر. كانت هنالك حالة ثورية أكثر، كان هنالك مد قومي ثم مد يساري، بعد ذلك قبل أن تنقلب الكفة في أواخر الثمانينات نحو مد إسلاموي. فخضوع قطاع غزة للحكم المصري كان بيئة خصبة لظهور تيارات مقاومة بتستخدم العنف الثوري ضد المنظومة الصهيونية. لذلك كان قطاع غزة دائما تحت الإغلاق. الحل كان دائما محاولة المزاوجة بين العصا والجزرة من قبل المنظومة الاستعمارية الصهيونية، ولكن كان العصا دور أكبر. مشكلة قطاع غزة كنت قد لخصتها في مقطع مصور تم بثه باللغة العبرية بفضل تعاون مع رفاق يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية ولكنهم معادون للصهيونية، ولخصته بالشكل الآتي: أن ما حدث في 7 أكتوبر هو نتيجة حتمية لأكثر من 17 عاما من الإغلاق والحصار. صحيح أن حماس فازت في انتخابات، هي بالمناسبة انتخابات لا تمثل إلا أقل من 20% من الشعب الفلسطيني على أقل من 20% من الأرض الفلسطينية. هي انتخابات للسلطة الفلسطينية وليست انتخابات للشعب الفلسطيني. والنتيجة كانت نتيجة تصويت عقابي بالمناسبة للتيار الوطني القومي، تيار فتح. دعني أذكر مثالا ربما ليقرب الفكرة للسيدات والسادة المشاهدين. عندما صوت مثلا الفرنسيون أو النمساويون لأحزاب يمينية متطرفة، هذا لا يعني أنك إذا مشيت في الشارع عندما يقابلونك سوف يقومون بضربك أو الاعتداء عليك. هنالك أناس عنصريين لا ننكر ذلك، ولكنهم ليسوا سواد الشعب. في الواقع التصويت سببه حالة غضب من السياسات الاقتصادية، السياسات المالية، السياسات الاجتماعية والقوانين إلى آخره. ونفس الشيء تقريبا حدث عندما صوت الشعب الفلسطيني لحماس، هو الحزب الأكثر تنظيما، وذلك لمعاقبة الحزب الذي كان في السلطة ومارس الفساد بمختلف أشكاله. العقلية الصهيونية هي عقلية عقاب جماعي. عاقبت قطاع غزة ككل وفرضت حصار مطبق، ولكن هذا الحصار المطبق أيضا تخلله عدة عمليات عسكرية إسرائيلية. الذريعة كانت دائما إيقاف صواريخ حماس، ولكن
كأي عقلية استعمارية هي لا ترى أن السبب في ظهور الصواريخ من الأساس هو حالة الاستعمار، هو حالة اليأس لدى أكثر من 75% من الناس. بالمناسبة أكثر من 75%، وهذا رقم 75 يتكرر جدا لمصادفة عجيبة. هذه أكثر من 75% من سكان قطاع غزة هم لاجئون، وإسرائيل تمنعهم من ممارسة حق العودة وتفرض إغلاقا، تمنع العمال الذين كانوا يخرجون من قطاع غزة. كان يوميا يخرج من قطاع غزة 120 ألف عامل للعمل داخل في العجلة الاقتصادية الإسرائيلية. هذا انعكس بالفقر. بالمقابل ما هو البديل في حالة في خضم حالة اليأس، وفي خضم للأسف غياب حزب طليعي ثوري عمالي تقدمي بالمعنى الواسع للكلمة؟ كان التوجه توجه الشباب اليائسين إلى صفوف، أو جزء من الشباب اليائسين إلى صفوف حركة حماس بحثا عن الانتقام. ذكرت في أيضا معلومة هي مهمة، وأعتقد أنه رغم بساطتها إلا أنها كافية لإعطاء شرح لا بأس به بعبارات بسيطة. كنت أعمل مترجما في منظمة أطباء بلا حدود لغاية عام 2006-2007. في عام 2006 أجريت إحصائية للأوضاع الحالة النفسية لأطفال قطاع غزة. تبين أنه حوالي 90% من أطفال قطاع غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 عاما، هذا الإحصاء عام 2006، 90% منهم يعانون من اضطرابات نفسية، وأبرز أعراضها التبول اللا إرادي الليلي. منذ عام 2006 حتى عام 2023 أعتقد مر أكثر من 16-17 عاما. إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة سنجد أن من كان طفلا في تلك الفترة أصبح اليوم في يوم 7 من أكتوبر شابا يبلغ من العمر بين 23 و27 عاما. هذا هو متوسط أعمار مقاتلي حماس الذين هاجموا المواقع العسكرية الإسرائيلية، وأيضا جزء منهم هاجم المدنيين، بالإضافة إلى آخرين دعني أقول من كل من هب ودب، ممن مارسوا مختلف أنواع الموبقات وحتى جرائم الحرب داخل الخط الأخضر، أي داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. إذن هذه نتيجة حتمية. نحن نعلم جيدا أن ما ينقش في النفسية خلال الطفولة يترجم إلى أفعال لاحقا في مرحلة البلوغ، وهذا ما حدث. يعني كما يقول مثل من يزرع يحصد، يعني وهذا هو ما زرعته إسرائيل للأسف الشديد. إذن في هذا السياق جاءت أحداث 7 من أكتوبر حالة انفجار. الآن يتزاوج مع ذلك أسباب أخرى، لعل أبرزها هو أن حركة حماس التي روجت لنفسها كحركة مقاومة عندما تقلدت أو أمسكت بزمام الحكم في قطاع غزة مارست كل أشكال الفساد التي مارستها حركة فتح، مارست كل أنواع القمع. أنت تحت حكم حماس لا تعتقد أنه من السهل أن تكتب منشورا على فيسبوك تنتقد به حماس، لأن الأمن الداخلي لحماس سوف يعتقلك في اليوم التالي. ليس من السهل أن تخرج وتتظاهر، ليس من السهل أن تعبر عن رأيك، ليس من السهل أن تنتقد. تم في الآونة الأخيرة اغتيال إحدى الناشطات أو الناشطين أتصور. في الواقع هو حدث ذلك. هذه الحادثة كانت حادثة قتل خطأ بالمناسبة. يعني هذا لا يلغي حقيقة أن حماس تمارس القمع، هذا لغة أن حماس تمارس الترهيب والتخويف، ولكن هذه الحادثة كانت حادثة خطأ، لأنه كانت هناك مطاردة لعصابة إجرامية، وقتلت هذه الناشطة للأسف في تبادل إطلاق النار غير مقصود. إذن حماس التزمت الصمت لفترة طويلة. فإذا كان هنالك سؤال يطرح نفسه بين الجماهير: ما الذي تريديه يا حركة حماس؟ أنت تفرضين ضرائب باهظة، هذه الأموال تذهب إلى جيوب حركة حماس، تمول العمل العسكري لحركة حماس، ولا نشاهد عمل عسكري، لا نشاهد عمل مقاوم. إذا حماس مضطرة لفعل شيء. هنالك عامل آخر، حالة القمع والضغط التي تمارسها حماس ضد الشعب لابد من تنفيسها بشكل أو بآخر في اتجاه آخر. في عام 2018 عمت مظاهرات ضخمة قطاع غزة، كان شعارها باللهجة الفلسطينية: بدنا نعيش، نريد أن نعيش. ماذا كانت النتيجة؟
الجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام اعتقل خلال أسبوع واحد أكثر من 3000 شخص عذبوا وأذلوا في معسكرات التدريب التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. هذا عدد ليس بسيط، هذا شيء مرعب صراحة. لست أدري كم نظام في العالم تمكن من اعتقال 3000 شخص في أقل من أسبوع يعني. إذا كان لابد، إذا حماس كانت تدري أن هنالك غليان، إذا لابد من فعل شيء. إذا كل هذا التراكم، وأيضا في السياق الأساسي سياق الاستعمار الإسرائيلي، كان لابد أن يحدث انفجار. ولكن أي منظومة استعمارية هي منظومة مغرورة للأسف بطبيعتها، تعتقد أن القوة وحدها كافية للسيطرة على الطرف الأضعف، ولا تعلم أن القط وهو كائن ضعيف إذا ما حشر في الزاوية سوف يقفز على صدر الشخص الذي يواجهه، وحدث ما حدث. إذا للأسف كان انفجارا وعرضا يعني لا يمكن كيف أقول يعني تجنبه. وهذا باختصار شديد لما يكون قوله ويمكن انه لا يمكن تجنبه حتى في المستقبل، لان اسرائيل ماشيه بنفس الطريق، يعني لم تتعلم من الدروس ولن تتعلم، وليس لها مصلحه ان تتعلم، خصوصا الطبقه الحاكمه في اسرائيل ليست لها اي مصلحه في التعلم من دروس الماضي. يعني نعم وفي حالة هروب إلى الأمام، في حالة إمعان في الجرائم، في حالة إمعان في إذلال الشعب الفلسطيني، ولن يعني ينتج عن هذا إلا انفجارات في المستقبل، أو ممكن يعني مآسي أخرى. طبعا من الناحية الواقعية، يعني حقيقة الواحد ما ممكن في يوم من الأيام انه ما يدين جرائم قتل ناس يعني جايين يحتفلون، او مثلا قتل شباب او مدنيين او نساء او حتى حالات الاغتصاب طبعا صارت، او قتل الاطفال، ما ممكن الانسان ما يدين. ولكن الادانه ما تعني انه ما نتفهم، والشيء اللي احنا نقوم به في الوقت الحالي انه نتفهم، مو بمعنى ان نبرر، بمعنى ان نفهم لماذا يحدث هذا، وإذا كنا لماذا حدث، وإذا كنا نريد أن نتجنبها ما الذي يجب علينا فعله بالضبط. أوكي، في هذا السياق. نعم تفضل. لا أسمعك. كنت فقط أريد أن أضيف تفصيلة بسيطة، يعني هو أن إسرائيل لا يعني من مصلحتها استمرار هذا الوضع، لأن هنالك يجب أن نعلم بأن إسرائيل هي مختبر متقدم لشركات التقانة في العالم. إسرائيل تجرب أنواع جديدة من الأسلحة. يعني سوف أعطي 3 أمثلة على السريع. الكل كان يتحدث عن أن الصين تضع كاميرات مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في كافة الأماكن، في الساحات، في محطات القطارات والحافلات إلى آخره. حسنا، أنا لا أدافع عن النظام الصيني بأي شكل من الأشكال، ولكن يجب أن نعلم أنه منذ العام 2007 كانت هذه الأنظمة تضعها إسرائيل على الحواجز وفي محيط قطاع غزة وفي مناطق في الضفة الغربية، وتستخدم هذه المنظومات قبل أن تصبح لاحقا منظومات مبيعة. إسرائيل تبيع مثلا الطائرات المسيرة. إسرائيل كانت بالمناسبة هي أول من نفذ عملية اغتيال باستخدام المسيرات خلال الانتفاضة الشعبية الثانية، ويتم بيعها بملصق جربت في ظروف قتالية حقيقية. خلال الحرب إسرائيل تستخدم الآن أنظمة تهديف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أنظمة هاونات تسمى بالمسلة الحديدية، بإمكانها أن تخترق الأرض ل6 أمتار ثم تنفجر تحت الأرض. إسرائيل أيضا تستخدم مقذوفات جديدة باستخدام توليفات من معادن جديدة لا نزال لا نعلم بالضبط ما هو محتواها. هذه الصناعات، ويجب أن نعلم بأن أكثر الصناعات المدرة للأرباح، أكثر تجارة مدرة للأرباح ليست هي تجارة الدعارة، وليست هي تجارة المخدرات، بل هي تجارة الأسلحة. وإسرائيل هي مختبر متقدم، إذن هنالك مصلحة في استمرار هذا الوضع. السلام لا يفيد رأس المال. بكل تأكيد. تمام. جيد رفيقي العزيز. إذا نريد ننتقل إلى المحور الآخر من حديثنا، ولو طبعا يعني هاي المحاور محاور جدا مهمة، وأني يعني أخمن أو أتصور أنه
لديكم الكثير يقال في هذا المجال، ولكن بسبب قصر مدة البرنامج ما يسمح لنا البرنامج أن نطيل في هذا، وإلا أكيد هناك معلومات قيمة أخرى. قبل ما أنتقل للمحور الآخر أريد أذكر المشاهدين الأعزاء إذا لم تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب حتى الآن اشتركوا، وإذا بإمكانكم أن تبثوا هذا البرنامج عن طريق السوشيال ميديا أو طريق منصاتكم كونوا مشكورين. وطبعا مع الأسف هذا البرنامج ما كان بالإمكان أنه يكون برنامج مباشر، بالعادي برامج قناتي وهي مباشرة، ولكن هذا البرنامج تم تسجيله بسبب ظروف الرفيق مصعب، وبسبب أنه ما نريد نأجل البرنامج للأسبوع الآخر، يعني الأسبوع الجاي. لهذا يعني اضطرينا أن نسجل البرنامج، ولكن أنا والرفيق مصعب اتفقنا أنه أي معلومات وأي ملاحظات وأي أسئلة تجينا ممكن نسجل عليه برنامج أو نجري عليه برنامج آخر. أتمنى هالمرة يكون برنامج مباشر. أوكي. أصدقائي مشاهدينا الأعزاء، إذا كان عندكم أي سؤال أي استفسار فيما يتعلق بما يجري في فلسطين داخل فلسطين، بالمناسبة الرفيق مصعب هو من داخل غزة، صح؟ نعم صح، أنا من غزة، أنا من قطاع غزة. من غزة، ولكن الآن يعيش في خارج فلسطين، يعيش في إسبانيا، فهو يعني معلوماته من الأصل من الداخل راح يكون عندنا. فأي استفسار وأي شيء نرحب به، وممكن إنه تكتبون الاستفسارات عن طريق قناتنا في اليوتيوب، وراح أكيد نخصص عليه برنامج آخر. المحور الثاني لحديثنا راح يكون النتائج والتداعيات السياسية لما جرى ويجري حتى الآن في فلسطين، سواء في الضفة والقطاع أو داخل اللي ما تسمى بإسرائيل. أنا ما أريد أسميها لا زالت هي بالنسبة لي فلسطين، ولكن ما تسمى بإسرائيل يعني حتى داخل فلسطين، الداخل والضفة والقطاع. شنو هي النتائج السياسية والأوضاع الاجتماعية في هالمنطقة؟ تفضل رفيق. حسنا، بداية هنالك حالة داخل قطاع غزة النتائج كارثية بكل مقاييس. أعتقد أن في نشرات الأخبار وما نراه من مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يكفي لوصف الحالة. ولكن في خضم هذا المشهد الكارثي صراحة موجود داخل قطاع غزة، هنالك بعض المؤشرات الإيجابية التي تبشر بخير، ولكن على المدى البعيد. في قطاع غزة الأماكن الوحيدة التي تشكلت فيها لجان شعبية فعالة مكونة من أناس عاديين جدا وبسطاء جدا، ولكنهم تحركوا لضبط جشع التجار. نحن نعلم بأنه في حالة الحروب دائما يتوحش التجار، ترتفع الأسعار، ولكن هذه اللجان تمكنت بفرض، وبكل صراحة أحكيها، بالقوة وباستخدام حتى العنف الجسدي لإجبار التجار على خفض الأسعار. هي في المناطق التي فقدت فيها حماس السيطرة بالمناسبة، وهذا مؤشر على أن طبعا التجار متواطئين مع إدارة حماس، بالضبط. هنالك علاقة. حماس هي حركة برجوازية صغيرة في نشأتها، ثم أصبحت في النهاية وحش رأسمالي. يعني يجب أن يعلم الجمهور بأن متعهدي استيراد البضائع التركية في قطاع غزة هم من حماس، أن أصحاب رؤوس الأموال والكبرى العاملة في استبدال محلات الصرافة يعني تبديل عملات حماس، أن حماس لديها مزارع كبرى للخضروات وللفواكه وللدواجن وللأبقار وللأغنام. هذه كلها تدر أموال تصب لخدمة حماس. حماس هي منظومة رأسمالية في الأول والأخير. يعني حماس كانت تجبي في قطاع غزة، يعني أتحدث عن الرقم الذي أنا رأيت الوثائق بهم عيني كصحفي. في آخر عام 2016 كانت تجبي شهريا ضرائب من سكان قطاع غزة بما قيمته 12 مليون شيكل إسرائيلي، ونحن نتعامل بالعملة الإسرائيلية الشيكل لأننا تحت الاستعمار الإسرائيلي بالمناسبة. لا توجد دولة فلسطينية على أرض الواقع. إذن و12 مليون شيكل يعني ما يعادل 3.5 مليون دولار شهريا.
لكن لا نرى أي شكل من أشكال الخدمات. يعني المنطق يقول أنت تأخذ ضرائب لكي تقدم خدمات للناس، لكننا لا نشاهد هذه الخدمات. إذا هي منظومة رأسمالية. إذا كي لا أبتعد عن لب الموضوع، أقول أن هذه اللجان الشعبية هي بالمناسبة تستهدف بشكل أيضا آخر من قبل إسرائيل. كيف تستهدف؟ أنه عندما تقوم هذه اللجان الشعبية بمحاولات لضبط الأمن في الأحياء، لأننا للأسف الإنسان هو الإنسان كما قلنا، أنه في حالة الحروب وحالة انعدام السيطرة وغياب الشرطة وغياب الأجهزة الأمنية التي تضبط الأوضاع، هنالك نفسيات تتغول تستسهل استخدام العنف للسرقة، للاعتداء على الآخرين. إذا عندما تعمل هذه اللجان الشعبية على ذلك، هنالك المرفرفات الكواد كوابترز، وهي عبارة عن مسيرات صغيرة تسمى كواد كوابترز، لكن هي بالعربية مرفرفات، مركب عليها إما كاميرات أو بنادق. هذه ترفرف في كل شوارع قطاع غزة 24 ساعة على 24 ساعة، وضباط المخابرات يرون كل شيء. إذا عندما يرون اللصوص يدخلون إلى البيوت لا يعملون أي شيء، ولكن إذا لا رأوا اللجان الشعبية تطارد اللصوص يقومون بقصف وإطلاق النار على اللجان الشعبية. إذا نحن نتحدث على أن أي شكل من أشكال التنظيم للناس البسطاء الكادحين يصبح يعني هدفا للإرهاب. هدفا بالضبط. ولكن هذا أمر واعد، لأنه أعتقد أن هذه اللجان التي تفتقر اليوم إلى الوعي السياسي بكل موضوع، أقول أنه في حال وصلنا لمرحلة الوعي السياسي ممكن أن نتحول إلى حزب سياسي، ولكن هذا لوحده في قطاع غزة ليس كافي. هنالك حقيقة مرة هي حقيقة التقسيم الجغرافي. بالنسبة للضفة الغربية، لأن أنتقل للحديث عن الضفة الغربية. الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر، بالمناسبة الضفة الغربية ليست كتلة، هي مقسمة بالمستوطنات الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية هي تعمل كوكيل للاحتلال، بمعنى أنها جعلت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ توقيع اتفاق أوسلو وقع ياسر عرفات، جعلت الاحتلال احتلالا غير مكلف. عندما تظهر أي حالة ثورية ضد الاحتلال هنالك ما يعرف بالتنسيق الأمني، وهو إبلاغ السلطات الإسرائيلية بأن فلان وعلان وكذا هم ناشطون يتم اعتقالهم. المشكلة أنه أن الأمر زاد تعقيدا، لأنه بعد 7 من أكتوبر تم إضافة أكثر من 700 حاجز قطعت أوصال الضفة الغربية تماما. يعني كل مدينة وكل قرية إضافة إلى الحواجز الموجودة أضيفت 700 حاجز. أضيفت حواجز 700 حاجز أخرى بعد 7 من أكتوبر إضافية، يعني غير الموجود سابقا. يعني أصبحت الآن الضفة الغربية كل يعني تجمع سكني، قرية أو مدينة أو مخيم للاجئين، عبارة عن جزيرة غير متصلة بالقرية أو المدينة الأخرى. المستوطنين يعيثون في الأرض فسادا، والسلطة برئاسة محمود عباس تمارس الخيانة تحت مسمى التنسيق الأمني. هذه حالة غليان، لا نعرف كيف سينفجر الأمر، ولكن قانون موضوعي، قانون الطبيعة، يعني في النهاية ممارسة الضغط يجب أن يكون هناك انفجار بشكل أو بآخر. المعذرة. داخل إسرائيل المشكلة أعقد. هنالك حالة ترهيب منا وخاص. أي فلسطيني داخل إسرائيل يحمل علمه أو ينشر شيء على فيسبوك يتم اعتقاله على الفور. هنالك حالة تغول وعسكرة داخل إسرائيل. يتم الترويج للأمر على أن 7 من أكتوبر هو مشروع محرقة جديدة لليهود، وعلى هذا الأساس يجب على اليهود أن يدافعوا عن أنفسهم حتى آخر رمق، وأن ما يفعلونه هو أخلاقي. المشكلة في المنظومة الإسرائيلية أن إسرائيل هي ليست دولة بالمعنى الحقيقي، هي عبارة عن منظومة شمولية، وأستند في ذلك على الحقائق التالية. أولا، القوانين التي سنت في الخمسينات، قانون مثلا قانون عام 49 وقانون عام 53 لمنظومات التعليم، وضعت في إسرائيل 3 منظومات تعليم. أول منظومة هي منظومة التعليم الرسمي العلماني، ثانيا منظومة التعليم الرسمي المحافظ، ثالثا منظومة التعليم الديني المتشدد، وهي تمول من الدولة ولو أنها لا تأخذ منهجها من وزارة التعليم،
واما الفلسطينيين داخل فلسطين فهم يعني ضمن المنظومه الاولى، منظومه التعليم العلماني، ولكن بمناهج باللغه العربيه معده خصيصا لهم. صحيح ان الانفاق على التعليم في المدارس العربيه اقل، البنى التحتيه اقل، عدد المدرسين اقل، ولكن هذا هو الموجود. عفوا. الآن هذه المنظومة على ماذا تنص بوصف القانون؟ أنه يجب تعليم التلاميذ القيم الصهيونية. القيم الصهيونية تتلخص على أن هنالك شعب يهودي، وأن خلاصه في أرضه التاريخية أرض إسرائيل إلى آخره. هذه يعني منظومة تعليم قائمة. نتحدث الآن عن التعليم العلماني. على التعليم العلماني أو الديني في إسرائيل، كلاهما. العلماني يقول انه الكتاب المقدس قال كذا وكيف الكتاب المقدس صحيح لا يقولون الكتاب المقدس، هم هذه المعلومات هي مستندة من الكتاب المقدس، ممتدة منه، ولكنهم يقولون ان هنالك شعب يهودي عمره آلاف السنين طرد من أرضه وعاد إلى أرضه. يعني هي مفارقة عجيبة صراحة، تذكرني بما قال به إيلان بابي بأن الصهاينة لا يؤمنون بوجود الله، ولكن يؤمنون بأن الله أعطاهم أرض. بالضبط، يعني شيء عجيب، ولكن هذا هو الموجود. يعني الآن في الإعلام هنالك قوانين يعني تنظم الإعلام. أوكي، منذ الستينات عندما استحدث التلفزيون، قبل ذلك كانت الإذاعة. في الثمانينات وضعت قوانين جديدة للسماح بوسائل الإعلام خاصة. كل هذه القوانين تركز على ضرورة تلقين القيم الصهيونية أيضا. إذا تلقين القيم الصهيونية في القوانين الإسرائيلية معناه أن الإعلام لا يمكن أن يكون إعلام محايدا، لا يمكن أن يكون إعلاما يبث رواية مخالفة للرواية الرسمية. هنالك بعض المنصات الحرة داخل إسرائيل، وهي منصات موجودة على الإنترنت، ولكنها ليست يعني لا يمكنها حتى لو وفر لها التمويل أن تصبح قنوات إعلامية أو أن تصبح إذاعات، لأن ذلك ممنوع، لأنها لا تتبنى الرواية الصهيونية. وعليه عندما تشاهد وسائل الإعلام الإسرائيلية، التلفزيون الحكومي أو القنوات الخاصة، لا تشاهد صور القتلى في قطاع غزة، لا تشاهد صور الأطفال، لا تشاهد صور الدمار. يعني مثال، عندما حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء واقتحمته، يعني حصل في الأخبار اقتحام مستشفى الشفاء حيث يتحصن نشطاء حماس، لا تجد بالمناسبة صورة لأي مريض ولا أي قتيل، تشاهد فقط صور لبعض الأسلحة، صور جنودهم يتنقلون على نصف الشاشة. على نصف الشاشة الآخر ماذا تشاهد؟ جنود جرحى إسرائيليين في المستشفيات الإسرائيلية. ثم بعد ذلك عندما تظهر الصورة في الاستوديو ولديك المذيع المحاط بالمحللين والمحللات، هنالك صور الإسرائيليين المخطوفين من قبل حماس. في الخلفية، على خلفية المشهد، على شاشة الليد، شاشة العرض الضخمة حسب أن أساليب العرض الحديثة في القنوات الإعلامية، تجد صور انفجارات ضخمة، القصف على مدينة غزة، ولكن الكلام ما هو مكتوب، صور المخطوفين، صور الجرحى الإسرائيليين، توحي للمشاهد الإسرائيلي بأن هنالك معركة ربما تشبه معركة ستالينغراد، هنالك أشرار على الناحية الأخرى، ولا نشاهد المدنيين. هذه مشكلة. إذا أي محاولة يعني يتم إخفاء كل الصورة، لأنه لا يوجد إنسان طبيعي يشاهد طفل جريح ولا يشمئز ولا يشعر بالحزن أو لا يشعر بالغضب. بالفعل هذا ما يجعلني، يعني ما جعلني أنا شخصيا يعني أحس بالاكتئاب مرات. أقول يعني معقول إنه شعب مثل شعب إسرائيل يقولون متعلم وأساسا ما في أمية، وإنه اليهود مثلا مثقفين ويحكون بحقوق الإنسان، مع هذا بيشوفوا كل هالمآسي هاي ولا يتحركوا ولا يشوفوا. يعني معناته إنه هذا الشعب كله، يعني ما معقول إنه أكثر من 70% لا زالوا يؤيدون العمليات العسكرية. يعني مسألة غير قابلة للفهم إلا فيما ذكرت الآن. يعني تقريبا هالدعايات وهالتعليم وكل الغسيل الفكري والثقافي للجماهير يعني أتت أكلها مثل ما يقولوا للأسف الشديد.
بالواقع أنا كنت تحدثت لي صديق بالمناسبة، لي مجموعة من الأصدقاء ليس فقط صديق يعني، وهي صداقة تطورت على أساس نضالي سياسي. نعم. هم يهود إسرائيليون معادون للصهيونية، ثوريون. طبعا هم ليسوا كثر بالمناسبة، يجب أن لا نخدع أنفسنا أيضا، وللأسف نعم. يعني الثورية في أي مكان في العالم تبدأ صغيرة. أكيد. يعني يقولون لي بأنه لا يوجد مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 48، إسرائيل بين قوسين، لا نعم. يوجد مكان لا ترى فيه صور المخطوفين. ثم صور المخطوفين ماذا؟ صورهم مثلا أثناء الاحتفال في عيد ميلاد، صوره هو ومحبوبته، مثلا على القنوات الإذاعية تستمع مثلا برامج خاصة. ما هي الأغاني المفضلة التي كانت للمخطوف فلان أو المخطوفة فلان؟ رسائل طوال الوقت من الأصدقاء، من الزوج أو الزوجة إلى آخره. إذا هنالك حالة حشد طول الوقت، لعب على العواطف والشيطنة للطرف الآخر. وأيضا هنالك خطاب يعني يتخلل كل المشهد الإعلامي المسموع المقروء المرئي. مفاده أننا كإسرائيليون في 7 من أكتوبر نتعرض لمشروع هولوكوست، مشروع محرقة ثانية. لذلك يجب أن ندافع عن أنفسنا، وأننا اليوم لسنا مثل ما كنا في الحرب العالمية الثانية نقتاد إلى معسكرات أو إلى المحتشدات لكي نباد. اليوم نحن أقوياء وندافع عن أنفسنا. إذا هنالك حالة حشد عسكري تاري مرعب داخل إسرائيل. للأسف هذا الشيء غير قابل للتفكيك حاليا، وأنا أشدد على كلمة حاليا لأن نعم. الطبيعة لا تعرف الفراغ، هنالك دائما حالة تغير. نعم. هذا سبب أنه غياب خطاب من قبل حركة ثورية فلسطينية عمادها الكادحين الفلسطينيين وليست البرجوازية أو أصحاب النفوذ في فلسطين، مبنية على مصلحة الإنسان كإنسان، حقه ليس فقط في العودة وتقرير المصير، لأن الشعب الفلسطيني شعب لاجئ في الأساس، ولكن حقه في البيت، حقه في العمل، حقه في ظروف عمل كريمة، حقه في ثمرة عمله، حقه في التعليم، حقه في الصحة، حقه في الخدمات. حركة ثورية بهذا الشكل عندما تنظر الإنسان بهذا الشكل، طبيعي أن خطابها لليهود داخل إسرائيل سوف يكون مختلف. إسرائيل هي منظومة رأسمالية في الأول وفي الأخير. يجب أن نعلم بأن الميزان الديموغرافي بدأ يتغير داخل إسرائيل، وأن اليهود الشرقيين أصبحوا كثر. واليهود الشرقيين بالمناسبة تاريخيا يصوتون لليمين في مفارقة عجيبة. سبب ذلك أن من أسس المشروع الصهيوني في الأساس هم اليهود البيض الأشكناز، وهم اليهود الذين اختاروا شكل من أشكال بين قوسين الاشتراكية الديمقراطية. هذه كلمة خداعة جدا، هي لا اشتراكية ولا ديمقراطية، ولكن الهدف هي خلق هوية جمعية. ما الذي حدث؟ أنه عندما بدأ اليهود الشرقيون يتقاطرون، وذلك بعد إعلان دولة إسرائيل، نظر إليهم باحتقار، أولا من منطلق عنصري، ثانيا من منطلق أن الصهيونية هي مشروع أوروبي في الأساس، هي ليست مشروع. الصهيونية لم يضعها اليهودي المغربي أو اليهودي الكردي أو اليهودي العراقي أو اليهودي المصري. فاليهود تاريخيا هم جزء من نسيجنا. سوف أقول معلومة هي موجودة، يعني أنا تفاجأت بها، أنا شخصيا تفاجأت بها لأكون صريح يعني. هي دراسة كانت على مجلة الدراسات الفلسطينية، هي مجلة مهمة للشأن الفلسطيني، أن آخر إحصاء عثماني للسكان في فلسطين، إن لم تخن الذاكرة كان في أوائل عهد عبد الحميد الثاني أو أواخر عهد والدي عبد المجيد، أفادت بأن 80% من سكان فلسطين مسلمون، 15% منهم مسيحيون، والباقي يهود. ولكن هذا قبل المشروع الصهيوني. هم يهود عرب فلسطينيون، أو دعني أقول عرب فلسطينيون يهود، لأن ديانتهم تأتي في الآخر. فإذا هنالك هذا التمييز ضدهم. هم كانوا عرب، يعني أنا سمعت إنه في يعني هناك يهود هم عرب في فلسطين، يعني عرب يهود في فلسطين. أكيد يهود. أنا بالمناسبة أنا يعني سجين سياسي سابق في السجون الإسرائيلية، ويعني تعرفت على رفاق يهود فلسطينيين يعني،
ويعتزون بفلسطينيتهم. يعني أحدهم حكم بالمؤبد 6 مرات، كان المفترض أنه حكم بالمؤبد 3 مرات لأنه قتل 3 جنود إسرائيليين، ولكنه عندما جاءت جلسة المحاكمة رفض القيام للقاضي ونظر إلى القاضي باستهزاء. فسأله القاضي لماذا لا تقوم؟ قال له أولا أنا لا أعترف بك ولا بدولتك. فقال له ألا تعلم أنك سوف تواجه المؤبد؟ قال له كان رد ذلك من قبل رفيق نادر صدقة، اسمه نادر صدقة، هو يهودي فلسطيني. قال له أنا لا أظن أنكم سوف تستمرون إلى الأبد في أرض فلسطين. فعوقب بالمؤبد 6 مرات، يعني كان المفروض يعاقب 3 مرات، ضعفت العقوبة. الفكرة من ذلك أن النسيج السكاني، أن اليهود هم جزء من النسيج السكاني. إذا للعودة إلى النقطة الأولى، أقول أن اليهود الشرقيين الذين أتوا من مختلف الأماكن للأسف الشديد يعني في قرارة أنفسهم أصبحوا يصوتون لليمين، لأنه عندما ظهرت حالة تمرد من قبل قادها اليهود اليمنيون في الخمسينات والستينات، اسمها حركة الفهود السود بالمناسبة، مثل اسم الفهود السود في الولايات المتحدة، قمعت بقوة من قبل بلاك بانثر، نفس نعم، قمعت بقوة الأمريكية. نعم صحيح، قمعت بقوة من قبل حكومة اليسار الصهيوني في ذلك الوقت. فاستغل اليمين الصهيوني وجودهم وأصبحوا يصوتون لليمين نكاية في اليسار. المشكلة أن اليهودي الأبيض في داخل إسرائيل لديه جواز سفر آخر، بإمكانه أن يعود ببساطة أو يهرب ببساطة إذا فكر الهرب إلى أي مكان. لكن اليهودي، نكون صريحين مع أنفسنا يا أخي، اليهودي المصري أو اليهودي المغربي أو الليبي أو الجزائري أو اليمني أو العراقي، هل يستطيع العودة إلى العراق أو فلسطين أو لا يمكن؟ إذن هو يقول إن لي إيرتس أخيرت باللغة العبرية، ليس لدي أرض أخرى، فلذلك هو مستعد لأن يقاتلك إلى آخر نفس. وهم الآن ديموغرافيا يعني أصبح كمهم الآن يعني أكثر بقليل من اليهود البيض داخل إسرائيل. وفي ظل غياب خطاب فعلا خطاب عقلاني ثوري يتفاعل مع هذه المسألة، طبيعي أنهم سوف يلجؤون إلى السلاح لأنهم يشعرون بأنهم في خطر. أنا هنا لا أدافع عن المنظومة الصهيونية، أنا هنا أحاول أن أفهم أيضا من نفس المنطلق بالضبط. كمان حاولنا أن نفهم 7 أكتوبر، يجب أن نحاول أن نفهم ما يجري في إسرائيل. لماذا هذا الشعب لا يأبه لكل هذا القتل وهذا الإجرام باسمه؟ يعني لماذا هم خارج إسرائيل يحتشدون في محطات المترو، يناضلون مع الإنسانيون، مع المتحررين على صعيد العالم، ولكن في إسرائيل هم بهذا الشكل يتضامنون أو يناصرون دولتهم أو حكومتهم الرجعية والفاشية. في هذا الموضوع أيضا هناك نقطة ربما هي استطراد، ولكن أعتقد أنه من الضروري أن نوضحها، لأن الدعاية الصهيونية تستخدمه، وللأسف الشديد هنالك من يقع في الفخ في بلداننا فيه. دائما يتم استخدام حادثة الفرهود التي حدثت في العراق بشكل في محاولة لشيطنتنا نحن كشعوب، أو أنا لا أؤمن بالقوميات، أنا أؤمن بالإنسان الكادح أكثر من أي شيء آخر، ولكن لشيطنة الفلسطينيين والعرب لكي يتم تبرير العنف الصهيوني، ولكن باستخدام شخص أمين الحسيني المفتي الذي جلس مع هتلر إلى في الواقع هنالك معلومات مهمة يجب أن نعرفها. أول شيء أن أمين الحسيني عندما كان يتحدث باسم الشعب الفلسطيني لم يكن منتخبا باسم الشعب الفلسطيني بالمناسبة، هو إقطاعي كبير. ثانيا أمين الحسيني عندما جلس مع هتلر في الواقع دافيد بن غوريون والحركة الصهيونية كانت قد وقعت اتفاق اسمه الهعفرة، اتفاق النقل بين 31 و 33، اتفاق تعاون اقتصادي مع النظام النازي، وذلك لقطع الطريق على المقاطعة اليهودية للبضائع الأمريكية. أما بالنسبة لدوره الإجرامي في حالة الفرهود والتحريض ضد اليهود، في الواقع هنالك أدوار إجرامية لأمين الحسيني ضد الطبقة العاملة الفلسطينية داخل فلسطين. يعني مثلا عندما بدأت تتشكل النقابات الثورية الفلسطينية، لا أتحدث عن الحزب الشيوعي في فلسطين،
الذي أسس هو من أوائل الأحزاب الشيوعية في العالم بالمناسبة. أتحدث عن نقابات فلسطينية عمالية فلسطينية. أمين الحسيني كان وراء قتل سامي طه الحمراني وميشيل متري في مدينتي حيفا ويافا، اللذان كانا قادة الأنوية الأولى للحركة الثورية العمالية في داخل فلسطين. وبالتالي إذا هذه العقلية الإجرامية التي لم تأبه لحياة الإنسان في فلسطين لن تأبه لحياة الإنسان في العراق، ولن تأبه لحياة شخص آخر. والمنظومة الصهيونية في حد ذاتها، هناك دراسة أنا كتبتها ونشرتها بالمناسبة في موقع الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، وهي مترجمة باللغة العربية أيضا. دراسة مقارنة عن العلاقات العضوية بين الحركة الصهيونية والرايخ الثالث أيضا، لأن من قتلوا في المحرقة فعليا هم اليهود الكادحين بشكل أساسي. اليهودي الغني رحب به في كل مكان، في بريطانيا، في هذه النافذة معك رفيقي العزيز فتحت لنا أبواب كثيرة، ممكن راح تولد عن برامج، يعني ممكن أنه بكل سرور يكون عندنا برامج متعددة حول هالمواضيع هاي، كلها مواضيع شيقة ومواضيع جديرة بالاهتمام وبالتعلم أو بالتدقيق أيضا. نعم شكرا جزيلا. أنا طبعا ما أطول عليك أكثر، البرنامج مع الأسف ساعة واحدة ما نقدر نطيل بها أكثر من هاي. المحور الثالث لحديثنا هو يعني آفاق المستقبل، كيف ممكن أنه نتخلص من هاي الوضعية الموجودة هسه. طبعا أنا من الناس اللي ما بتفرق بالنسبة عندي الإرهاب إرهاب، سواء كان من هذا الجانب أو ذاك الجانب، ولكن لا أنسى يعني التفاعلات اللي صاير بهالمنطقة هاي، ولا ما أنسى دور إسرائيل في حتى زرع وغرس جذور وبذور الإرهاب في هاي المنطقة، بذور التطرف الديني في هذه المنطقة. فهاي مسائل ما راح ننساها أيضا. ولكن بالنهاية أنا في المواجهة الحالية أنا أشوف أنه أهون الشرين هو هزيمة إسرائيل، لأنه صراحة أنه القيم اللي تمثلها إسرائيل، أنه أنا أقتل 2000 طفل تحت السن سنتين من أجل أهدافي القومية والوطنية ومن أجل تحقيق النصر على أعدائي، وأنه هاي هي القيم اللي ممكن تسود العالم. هاي مو مشكلة بالنسبة للمنطقة الشرق الأوسط فقط، مشكلة بالنسبة أو مصيبة بالنسبة للعالم ككل. هذا التعميم للقيم الفاشية، أنه أنا من أجل وطني ومن أجل قوميتي ومن أجل بنو جلدتي ممكن أرتكب أي جريمة. هاي عودة إلى فترة جنكيز خان وتجليل لهتلر وما قام به الفاشيين في إيطاليا، يعني ما في أي فرق من هاي. فأنا أهون الشرين أشوفه أنه إسرائيل لازم تنهزم. بالنسبة لي إذا كان هزيمة إسرائيل تعني النصر للإسلام السياسي، يعني خبر غير مفرح بالنسبة لي. يعني يا ريت كان إسرائيل تنهزم على إيد الطبقة العاملة واليسار بالعالم، ولكن خبر غير سار. ولكن أهون الشرين بالنسبة لي إنه إذا انتصرت إسرائيل فممكن إنه تركيا ترتكب أي جريمة بحق الأكراد في تركيا، من اللي يلجمها؟ والجمهورية الإسلامية تقتل الناس على أبسط الأشياء وعلى الهوية، منو راح يقول إنه هذا مخالف لحقوق الإنسان؟ وأي حقوق إنسان ممكن إنه إحنا نحكي عنه وندافع عنه أو نداعي به. فهذه بالنسبة لي هاي. ولكن ما هو المخرج من الوضع الحالي في رأيك؟ في اعتقادي أن هنالك مخرج واحد ووحيد فقط، هو أن تقود الطبقة العاملة المكونة من الفلسطينيين في كل أماكن تواجدنا مع العناصر التقدمية والطبقة العاملة من اليهود داخل أرض فلسطين النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة الاشتراكية في فلسطين. ولكن دعني ربما يعني اسمح لي أبشرك، دعني أقول أستخدم عبارة البشارة، أن الإسلام السياسي لن يستطيع هزيمة إسرائيل، لأن بصراحة ظاهرة الإسلام السياسي تفشت من المحيط إلى الخليج، يعني كهزة ارتدادية لهزيمة 67.
لهزيمة المشروع القومي الاشتراكي. ما هو في النهاية هو مشروع برجوازي، يعني ليس فعلا اشتراكي بالمعنى الحقيقي يعني، ولكن هو كانت هزيمة المشروع التنويري العلماني العربي. يعني كانت الدعاية التي استخدمها الإسلاميون أن الله غاضب علينا لأننا اخترنا أن نتبع الكفار، ولأن النساء يخرجن دون حجاب، وكل هذه الخزعبلات. فبالتالي هو مشروع غير قادر. بصراحة ما يحدث الآن حاليا هو المعركة النهائية لمشروع الإسلام السياسي بكل موضوعية، لأن هذا المشروع هو دائما يعد العدة لهزيمة هذا المحتل ولنؤسس لبناء المجتمع الإسلامي المثالي حسب تصوراتهم. ونحن هنا طبعا ننتقد الاستخدام السياسي للدين وليس الدين كعقيدة فردية يحملها أي شخص مثل ما يشاء. إذن هو مشروع عمليا يفشل. المشروع الصهيوني حاليا هو في حالة تغول صراحة، يشعر ببدايات زهو الانتصار، ولكنه غير مستدام، لأن فكرة استخدام القوة من أجل للحماية هي فعليا في حالة انهيار. ثانيا على الجانب الآخر، جانب الطرف المستعمر الفلسطيني، صنم الوطنية سقط باتفاق أوسلو. صنم الإسلام السياسي هو الآن يسقط، ويجب أن يعلم الناس بأن شعبية حماس في قطاع غزة هي في الحضيض. لا أتحدث عن الناس الذين يعيشون خارج قطاع غزة لأنهم ربما يدعمون المقاومة ويرون في حماس ما يرون من كآلية دفاع نفسي. أنا لا ألومهم عليها ولكني لا أؤيدهم في ذلك. لذلك أعتقد بأن الميدان يتجهز من أجل خطاب ثوري طبقي تنطلق منه العملية النضالية، لأنه في الواقع يجب أن نعلم أن خلال هذه الحرب ثمة تجار حرب، ثمة من أثروا في الحرب، وثمة من سحقوا ويعانون الأمرين في البحث عن الطاقة. المستقبل هو في النهاية فلسطين الاشتراكية. وأقول ذلك لماذا أقول ذلك؟ لأن العودة، ماذا تعني العودة؟ أن نعود إلى ديارنا حسنا. سوف أعطي مثال بسيط. في منطقة في هنالك ما يسمونه مدينة رحوفوت في داخل فلسطين، هي مقامة على أراضي بشكل أساسي قرية زرنوغا، بلدة يبنى، وبلدة أخرى فلسطينية. توسعت هذا الوحش، هذه مستوطنة صغيرة بين 3 مواضع فلسطينية، وأصبحت اليوم مدينة كبرى بعد التطهير العرقي. في داخل رحوفوت هنالك منشآت صناعية ضخمة، هنالك أكبر محالب وشركة لصناعة الأجبان والألبان، هي شركة نوفا، وهي إحدى الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني. بالمناسبة اختارتها شركة صينية على شرط أن يبقى الإنتاج داخل فلسطين، يعني فقط لكي نرى توحش الرأسمالي. الآن أنا أريد أن يعود اللاجئون. عدد السكان مثلا بلدة يبنى عندما حدثت النكبة لم يكن يصل إلى 10,000 نسمة، اليوم هم أكثر من 200,000 نسمة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سوف أجرف كل هذه المنشآت الاقتصادية المهمة لكي أبني 2000 بيت من بيوت موزعة بشكل أفقي، أم سوف؟ هذا أول، هذا سؤال. السؤال الثاني: اليهود الموجودين هناك وجزء كبير منهم من الطبقة الكادحة التي تعمل في هذه المنشآت، أين سيعيشون؟ أليس من حقهم أيضا، لأن هنالك أجيال ولدت هنا واشترت بيوت، هل سألقي بهم بالشارع؟ لا. أو في البحر مثل ما يريد الإسلاميون؟ لا البحر لا. البحر للسمك والسباحة فقط. أقصد أنه هي هاي السيناريوهات الموضوعة لحد الآن. هناك سؤال ثالث مهم: ألا يحق للفلسطينيين أن يعودوا ويستمتعوا بأراضيهم؟ الجواب نعم. إذن ما هو الحل؟ الحل هو وضع مخططات عمرانية تضمن سكن للجميع، تضمن الإبقاء على المنشآت الاقتصادية لكي تخدم الجميع. هذا لا يمكن، مستحيل أن تقوم به شركة خاصة. يجب أن يكون كيان، سميه سياسي، سميه إداري، سميه ما شئ، يمثل مصالح الجميع بقيادة جماعية من الجميع. هذه هي الاشتراكية. إذن دون أن وجود دستور
ينص على توزيع الثروة حسب العمل، على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، لن تكون هنالك عودة تضمن العدالة للجميع. إذا حتى فكرة العودة دون أن يكون هنالك اشتراكية هي مستحيلة، لأن الرأسمالية ستعني إقصاء طرف على حساب طرف، وهذا أمر هو يعني فتيل الأزمة التي لا تزال مستمرة منذ أن بدأ الاستعمار الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين والتطهير العرقي في فلسطين. شكرا جزيلا رفيقي العزيز. طبعا الموضوع يحتاج كثير أكثر ويعني ساعات أطول من هاي اللي إحنا عندنا، ولكن ما باليد حيلة، ساعة واحدة ومدة البرنامج. طبعا أنهي حديثك اللي تفضلت به بمقولة أنه لا حياة بدون أمل، وأنا أضيف عليه ولا أمل في فلسطين وفي منطقة الشرق الأوسط بدون الاشتراكية، بدون النظام الاشتراكي. وما ممكن انه نعيش بدون ما يكون عندنا امل بالمستقبل ونقدر نستمر بالحياه، وما ممكن انه هذا الامل ممكن ينتج عنه شوي يكون موجود بدون نظام اشتراكي، نظام نتساوى فيه كبشر، نكون متحررين كبشر، احرار كبشر، ونتحكم بامورنا ونتحكم بمصيرنا ونتحكم بمقدراتنا. شكرا جزيلا مرة أخرى، أتمنى نلتقيك في برامج أخرى رفيقي العزيز، وأتوجه بشكر المشاهدين اللي يتابعونا لحد الآن، وأتمنى أنه يشاركون أو يشيرون أو ينشرون هذا لينك هذا البرنامج من اليوتيوب. وإذا ما ضايفين قناتنا أو قناتنا من ضمن قنواتهم المفضلة يعملون هذا الآن أو يشتركون بقناتنا. وإذا كان في أي أسئلة، طبعا أنا أخذت وعد من الرفيق مصعب بشير أنه راح يكون عندنا حلقات أخرى حول أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا جزيلا مرة أخرى. الشكر لك رفيقي شمال على هذا المنبر التنويري المهم، والشكر موصول لكل يعني شخص لديه أي استفسار، وسأكون سعيدا للظهور مرة أخرى للإجابة على أي استفسارات وجدت. شكرا. تحياتي. نعم، بهذا ننهي برنامجنا في هذه الأمسية. إلى أن نلتقيكم مشاهدينا الأعزاء، أتمنى لكم دوام السعادة والصحة. نلتقيكم في برامج أخرى.